فاللهم يا رب وسع علينا في أرزاقنا، وأعطنا حاجاتنا التي في صدورنا ولا يعلمها إلا أنت، ولا تتوفانا يا مولانا إلا وأنت راض عنا. صباح الفل يا حبايب قلبي، يا حبايب ام هنا. صلوا على النبي يا غالين، ووحدوا الله، وحطوا اللايك والاشتراك اختي منك ليها. وتعالوا النهارده اما اقول لكم رحنا السوق جبنا ايه. طبعا انا ما رحتش السوق من فتره، ما رحتش السوق من بعد العيد. اول سوق ليا من بعد العيد بتاع عيد الضحيه ده. تعالوا النهارده جبنا حبه خضار اوريهم لكم واقول لكم ايه الاسعار بتاعتهم. صلوا على النبي، وحدوا الله. جبنا 4 كيلو طماطم، وكانت الطماطم النهاردة عاملة 2 جنيه ونص. يعني الكيلو عامل 2 جنيه ونص، 4 كيلو عاملين 10 جنيه. والله العظيم أقسم بالله زي ما بكلمكم. وجايبة 4 كيلو بطاطس، 4 كيلو بطاطس عاملين 20 جنيه. طبعا الأسعار دي يا جماعة تختلف بلد عن بلد، بس أنا في الحتة اللي احنا فيها الفلاحين بيجيبوا الخضار طازة، فهتلاقي الدنيا كده. التفاح عامل 25 الكيلو، دول كانوا 2 كيلو. يعني عندي التفاح كان أغلى حاجة عندي هو التفاح اللي أنا جايباه ده. ال2 كيلو عاملين 50 جنيه. كيلو الفلفل عامل 15 جنيه. كيلو الفلفل الألوان عامل 20 جنيه. والفلفل الألوان ده أنا مقدرش أستغنى عنه في البيت خالص، بصراحة جميل وحلو، وبيوفر عليا حاجات ياما بستعمله في حاجات. الخضار النهارده ما شاء الله الله اكبر عليه، الخضار رخيص وجميل. انا عن نفسي والله العظيم اتصدمت من الاسعار. عندنا بص الطماطم، صلاة النبي عليها، اللهم صل على النبي، جميلة جميلة. تفاح يا ولاد، تفاح. يعني الطماطم ما كنتش متخيلة ان الطماطم دي تبقى ب2 جنيه ونص. انا بصراحة ما شاء الله عليها، فانا جبت كمية. بس انا بوريكم من الاربعة دول اللي انا وريتهمكم معايا، لكن انا كنت جايبة كمية هبقى اوريهمكم بعد الفيديو. اهو بصوا كمان انا ابتديت اطلع فيها اهو. جايبة، انا جبت عداية من طمعي راحت جايبة عداية مرة واحدة. فانا جبت تفاح وجبت طماطم وجبت بطاطس وجبت جزر وجبت خيار. قتة، كيلو القتة عامل 10 جنيه. وجبت ليمون، صلاتكم على النبي. وجبت ايه تاني يا ام هنا، وجبنا بتنجان الكيلو عامل 5 جنيه، 2 كيلو. بص البتنجان الحاجة ما شاء الله عليها ورد، يعني لا هي بايظة ولا هي عشان يعني رخيصة بالأسعار دي تقولوا عليها بايظة ولا حاجة. الخضار قدامكم، وأنا لسه جايبة الخضار ده امبارح، مسجلة النهاردة، يعني ليه يومين بصراحة. أسعار دي ليها يومين، يعني ليها يومين بالظبط. صلاتكم على النبي، صلوا على النبي يا حبايب قلبي، ووحدوا الله. ويا ريت ما تنسونيش وتحطوا اللايك والاشتراك لاختكم وحبيبتكم ام هنا، عشان القناة تكبر والفيديوهات بتاعتها تكبر ونستفاد، انت تستفاد وانا استفاد. ولو كان المحتوى بتاعي عاجبكم يا ريت تبقوا تقولوا لي في الكومنتات ان المحتوى بتاعي عاجبني، اغير من نفسي، لا حلو عاجبكم. فيعني نتفاعل مع بعض. انا عندي حبايبي واصحابي واخواتي دايما كل حاجة عجباهم مفيش حد بيقول لي حاجة يعني بتزعلني. فلو حد شايف حاجة مش حلوة يقول لي عليها برضو. النهاردة زي ما انا قايله لكم ان انا كنت في السوق وحبيت اجيب حاجاتي بقى اللي انا ناقصاني. فاللهم صل وسلم وبارك. طبعا في واحدة في السوق حبيبتي واختي برضو، فبتجيب الحاجة الصح الصح من الزبدة او السمنة او اللبن. فانا برضو حبيت طول ما انا وريتكم السوق بتاعي فوريهولكم كله بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انا كنت جايبة كيلو زبدة، ده اللي قدامكم كانت كيلو وربع زبدة. بصوا انا سيحتها قدامكم اهي، يا دوب الحلة تسخن تحط فيها الزبدة وتوطوا النار عليها، وربع معلقة ملح، والسوا زي ما شفتوها كده. هي بتغلي تاخدوا منها المرقة. طبعا انا المرقة بتاعتي ضلعتها بزيادة، يعني فيها سمنة عشان خاطر الاولاد بتاعتي. ادي المرقة اهي، ما شاء الله الله اكبر الله اكبر عليها، سمنة زي العسل. الزبدة انا مسيحاها، هي لا محروقة ولا اي حاجة، انا مسيحاها في بيتي. والجبنة بتاعتها الفلاحي كانت جبنة مسكرة وزي الفل. تسلم ايدك يا ام يوسف. طبعا واللبن ما شاء الله عليه بخيره
وبالقشطة بتاعته كنت غلياه ومصفية اللبن بتاعه، عشان أنا الحاجة دي بتقعد معايا فترة بصراحة، يعني بتقعد فترة. كنت جايبة جبني ما كانتش مملحة، ملحتها وحطيت لها فلفل سبايسي كده وحطيتها، وعبيت السمنة في البرطمان، والبرطمان ده على العموم بيمسك معايا شهرين. يعني انا مش هبقى كدابة يعني عليكم، ولا بكتب ان انا بجيب سمنة بلدي على طول، لا ده انا ممكن يعني جبته كده عشان كنت موصيها على العيد، راحت هي اتأخرت عليا ما جابتش السمنة اللي انا عايزاها جاموسي، فلما جابتها لي انا لازم اخدها، فانا كنت عايزاها على العيد بصراحة. فده حاجتنا حبايب قلبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك، واهم من اللايك والاشتراك واهم من الفيديو ان احنا لازم نكتر بالصلاة على النبي ونصلي على النبي ونوحد الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب.